أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. على اسم مصر التاريخ يكتب ما يشاء. مصر عندي أجمل الأسماء، ما بين الأمل والرجا، ما بين الهتاف والصدى. جمهور بيشجع الأبطال وصوته بيهز جبال. هنكتب مع بعض أحلى نهاية، ومن العمريط سبورت نبتدي الحكاية. بعد تعادل بورتو وبالميراس هنعوض الفوارق بالروح والحماس. طبعا أنا كان نفسي إن بورتو هو اللي يغلب، لأن التعادل صعب المجموعة كلها وصعب المهمة على الأهلي. ليه؟ لأن بورتو لو كان كسب هيلعب المباراة القادمة مع انتر ميامي، وبالطبع هيكسب فيبقى عنده 6 نقط، فهيريح الأهلي في المباراة الأخيرة وهيريح لاعبته كمان. ولكن الأهلي مش أقل منهم، الأهلي عنده لاعيبة كبار وعندهم من الخبرات اللي يقدر بيها يتعادل ويغلب إن شاء الله بالميراس بالروح والحماس. ما بين بن شرقي وتريزيجيه الناس عايزة ايه؟ شفنا الناس كلها عمالة تتكلم على بن شرقي وانه لو ابوز عشان المدرب استبعده، والمدرب لازم يكون عنده شخصية ويوقفه وما يلعبوش ويستبعده. ده مش كلام احترافي وما ينفعش الكلام ده يتقال. وده مش بن شرقي بيزعل، واي لاعب بيزعل وله حق يزعل عشان عنده روح وعنده حماس وعايز يلعب وعايز يثبت لإدارته والجماهير إن هو قد المسؤولية ويثبت ذاته. طبيعي إن هو يزعل، وأي لعيب في مكانه يزعل. ما ينفعش المدرب بقى يعاقبه ويستبعده، والكلام ده مش ممكن. دي مش كورة وده مش احتراف. المدرب محمد شوقي ومحمد يوسف استوعبوا اللاعب ويقعدوا معاه ويحمسوه ويشجعوه، يقولوا له أنت عارف إن الفريق مدجج بالنجوم، وطبيعي 1 أو 2 أو 3 أو 5 يتم استبعادهم، لكن انت لازم تكون جاهز، واحنا مقدرين روحك العالية ومقدرين حماسك وحرصك على اللعب وخدمة النادي، وان شاء الله هتيجي الفرصة. وما ينفعش بن شرقي يستبعد من الفريق. بن شرقي لما تريزيجيه يتعب، واكيد هيتعب لان الرطوبة عالية جدا والاكسجين قليل، فيريح تريزيجيه ويلعب بن شرقي ينزل يكسر الدنيا وهيكون له دور. ما ينفعش نستبعده ونخسر جهوده، بالعكس نستوعبه ونحمسه ونشجعه ونقول له انت لاعب مهم ولك دور ان شاء الله في المباريات القادمة، وكن على أتم الجاهزية والاستعداد. نفس الكلام بنقوله على تريزيجيه. تريزيجيه ضيع ضربة الجزاء، فيش لاعب في العالم عايز يضيع ضربة جزاء، ده توفيق. وشفناه في مباراة باتشوكا جاب ضربة الجزاء في منتهى الجمال. اللاعب عرف خطأه وتقبل العقوبة، $500,000 خصم منه، وانا شايف ان هي عقوبة كبيرة، لان لو وسام ابو علي كان دخل كانت ضربة الجزاء هتضيع، ولو زيزو دخل كانت ضربة الجزاء هتضيع، لان مكتوب ان ضربة الجزاء تضيع. طب لو كان وسام دخل او زيزو دخل وجابها كان انتر ميامي هيتعادل. ولو كان حسين الشحات لعب الكرة الأخيرة لزمايله جابوا جون، أكيد كان انتر ميامي قبلها هيكون جايب جون واحنا نتعادل، لأن المباراة مكتوب إنها تطلع تعادل. ما تنسوش الحكاية دي، في توفيق وفيه مقدر ومكتوب. ربنا كاتب ان المباراة تنتهي تعادل، مهما كنا عملنا كنا هنطلع تعادل. فما نذبحش اللعيبة، ما نخسرش مجهوداتهم، ما نحبطهمش، بالعكس نشجعهم ونحمسهم ونقدر حماسهم ونستوعبهم وندفعهم ان شاء الله لخوض المباراة القادمة عشان يقدوا لنا مباراة كبيرة قدام بالميراس، وبالجماعية نوصل للعالمية. نقول لهم ونقول لزمايلهم مش وقت أنانية، لازم نلعب لروح الفريق وتختفي الفردية. احنا دلوقتي في بطولة عالمية، العالم كله بيتفرج علينا، لو كل واحد لعب لنفسه مش هنحقق حاجة، لكن لما نلعب للفريق وننسى الفردية والذاتية والأنانية إن شاء الله هنغلب بالميراس ونوصل للدور الثاني ونوصل للعالمية ونبهر العالم. فهو ده اللي احنا نقوله. حسين انت كنت المفروض تلعب الكرة لزميلك اللي داخل مع ميسي،
كان هيبقى انفراد هو والجون وكان هيحرز الجون. تريزيجيه انت كان لازم تسيب الكرة لزميلك وسام ابو علي، هو رقم 1 في تسديد ضربات الجزاء، كان لازم تسيبها له. غلطنا لكن ما نقفش عند الغلط وندبح لاعبتنا، لا خلاص نتعلم من الغلط ونبدأ صفحة جديدة ونبص على المباراة المهمة اللي جاية إن شاء الله يوم الخميس، وتفرحونا بالتعادل أو الفوز على بالميراس إن شاء الله. بالتوفيق. وخلص الكلام لكن لسه في الملعب أحلام، ومن العمريط سبورت بقدمكم أحلى سلام. اللي هنا واللي هناك يدوس لايك ويعمل اشتراك، العمريط سبورت هتبقى ترند إن شاء الله. سلام عليكم.